أصحاب الأرض، طيب الفن رسالة بس لما يبقى نظيف، غير كده يبقى غسيل عقول وتزييف حقائق. مسلسل أصحاب الأرض فعلا تعب ولاد العم جدا. التحريض مش بس هتاف وكلام عالي، التحريض احنا محرضين فعلا. او بعدين ممكن يبقى مسلسل مشهد متفصل وقصة معمولة علشان تقلب القاتل ضحية والضحية متهم. المشكلة انهم بيقولوا انه مش مبين الحقيقة كاملة. مسلسل أصحاب الأرض مش دراما، ده تزوير تاريخ على عينك يا تاجر. طب كلمة على عينك يا تاجر دي مش مصرية يا حرامية؟ تشويه متعمد وتمثيل رخيص للحقيقة. وعلشان نبقى واضحين، اللي بجد أصحاب الأرض إن اللي دافعوا عن بيوتهم وعيالهم ووجودهم. على أساس اللي احنا اللي سيبناها؟ طب ما احنا عزل على الحدود ومش هنسيبها. وقبل ما حد يتكلم عن التحريض، نرجع للأصل، نرجع لمجزرة 7 أكتوبر، نرجع للقتل للحرق وللخطف. وساعتها نسأل سؤال بسيط: مين بدأ ومين اعتدى؟ خليكوا جدعان واسردوا الحقيقة كلها. على أساس انكم كل يوم ما بتعتدوش؟ يا ولاد العم. واتكلموا عن دواعش حماس اللي جابت الدهية. فعلا احنا مدنسين للحقيقة. معلش. لأهل غزة، الشعب بيدفع الثمن، والقادة قاعدين برا في فنادق ال5 نجوم ولا حاسين لا بخوف ولا مرمطة. زي ما المثل بيقول: اللي اختشوا ماتوا. سلام. قلب امه انتي فعلا بتقولي الحقيقة، اللي اختشوا ماتوا من غير سلام.